في يوم هنعود ده بالموعود، وفي غيابه أكيد لسه الأمل موجود. في يوم هنعود ده بالموعود، وفي غيابه أكيد لسه الأمل موجود. قصاد عيني في كل مكان. واو، خلينا يا ريما نروح نشوف المحل ده، باين عليه حلو من جوه. يلا خلينا نفوت، ايه رأيك؟ طيب اوكي يلا نروح. طلبتك اوامر يا ريتاج. اوه ماي جاد، شوفي يا ريما، شوفي يا ريما الفستان ده يجنن. انا لازم اشتريه، لازم اشتريه. واو كتير حلو، فعلا حلو. واو، خلينا نشوف كم سعره. يلا خلينا ندخل ونسأل على السعر. تمام يلا. هاي، اهلين فيكم، نورتوا. نورتوا، ممكن اساعدكم في حاجة؟ ايوه بليز، كم سعر الفستان ده؟ الفستان ده $200,000. صح غالي شوي بس حلو، كتير حلو. انصحكم انكم تشتروه، بجد كتير حلو. شكرا، تمام اوكي. يلا يا ريما خلينا نروح، سعره غالي كتير وانا ما اقدرش اشتريه، ده غالي قوي قوي واحنا ما نقدرش نشتريه. يلا خلينا نروح. ايوه فعلا، والله انا نفسي اشتريهولك يا ريتاج بجد، بس يلا شو بدنا نعمل. يلا خلاص، يلا روح حبيبي. شوف الفستان ده مرة حلو عليا، مو كده؟ صح اكيد حلو عليكي، حلو كتير قوي. يلا خلينا نروح، لو كملتي كده سوقتي يعني. تمام حبيبي يلا. عايز اشتري الفستان ده. صح هو غالي شوية، كأنه $200,000، بس حطولي يعني. تمام، تفضل. تدفع كاش او بالكارت؟ لا بالكارت. طيب دي شوية، تفضل. شكرا، ان شاء الله مبروك عليك يا سيد، شكرا جدا. شوفي يا مروة، مو ده حبيبك او خطيبك ده اللي اسمه امين ولا ايه؟ فعلا ده امين. يا ترى ليش جاي هنا؟ مش عارفة الحقيقة، بس اكيد هو بيشتري لك حاجة كده، بلكي بيعمل لك مفاجأة يعني من المحل. ممكن. هو طلع في ايده حاجة. ده فستان، اكيد راح يجيب لي هدية. يا حبيبي، كم هو حلو ده امين، بجد حنين كتير. انا متحمسة عشان اشوف ردة فعله لما انا بعرف ان هو راح يجيب لي هدية. اكيد يا مروة اكيد، ده باين عليه بيحبك جدا، بيجيب لك الهدايا والاشياء اللي مثل كده، كويس جدا، حبيت بجد. ريتاش تعالي بسرعة، شوفي. شوفي يا ريما، ليش؟ تعالي بسرعة، تعالي يا بنتي انتي. ريتاش قبلوكي في عارضة الازياء واستدعوكي الحفلة، لازم نروح الحفلة، راح تكون غدا. ايوه راح تكون غدا. انتي مصدقة ايه اللي بقوله؟ انتي مصدقة؟ ليش ما عملتيش اي رياكشن؟ يلا. انا اتقبلت في عارضة الازياء. ايوه انا اتقبلت بجد، انا مش مصدقة خالص. لازم ننزل السوق نشتري حاجات حلوة، فساتين حلوة عشان نلبسها الحفلة دي. انا متحمسة جدا، مش مصدقة خالص يا ريما، انا راح افضل عارض ازياء، انا راح احقق حلمي يا ريما. واو، انا مش مصدقة. ايوه يا بنتي، انتي راح تحققي حلمك. يلا لازم ننزل بسرعة السوق ونشتري فساتين بأسرع وقت، عشان غدا راح تكون الايفنينج. تمام يا ريما، يلا. انا مش مصدقة خالص. استني كده، كأنه الجرس بينن. استني شوية كده يا ريما، خليني اشوف الباب. يا ترى مين؟ ايه ده؟ اتفضل. هاي، السلام عليكم. هو انتي السيدة الريتاج المكتوبة على الطرد ده؟ التوصيل إلي أنا. مين اللي بعت الطرد ده؟ أنا ما بعتش طرد، الطرد ما فيهوش اسمي يعني، بس عليه اسمك انتي، يعني التوصيل لريتاج. أنا متأكد إنه انتي هي ريتاج، يعني ده العنوان طبعا.
ممكن توقيعك هنا عشان شغلي يعني يا مدام. طبعا اكيد، اتفضل هنا. ايوه هنا، شكرا، مع السلامة. مع السلامة. يا ترى مين اللي جاب الطرد ده؟ مش عارفة. ده لغز كبير كأنه كان على الباب. مش عارفة، ده وصلني طرد وانا ما عملتش اصلا طرد، وكمان بيقول انه الطرد ده ما فيهوش اسم، يعني شخص بعتلي هدية وايش كده وكأنه فستان، مش فاهمة، وما فيهوش اسم يعني. واو كم حلو الفستان، مين اللي جابه يا ترى؟ مش عارفة الحقيقة انا كمان، بس هو حلو جدا جدا، جاء في الموعد اللي كنت بتنتظريه. انت لازم تلبسيه غدا، هتطلعي تجنني، لازم تلبسيه. هو اصلا كنا ندور على فستان يعني، وجا في وقته. يلا روحي قيسيه كده وراح اختار لك واقول لك يطلع عليك كيف. تمام يا ريما. شوفي يا ريما، المكان يجنن، واو كتير حلو فعلا، بجد فعلا المكان كتير حلو. يلا خلينا نفوت، يلا يا ريما. ايه ده مين؟ شوفي هناك. ايوه هو، بس يعني، وخطيبته اللي شعرها احمر دي، خطيبته معاه يعني. ايوه انا شفتها دي، هي. يا ربي شو اللي جايبها دي كمان، دايما معايا، كأنها يعني بتحبه، هي بس بتحبه على فلوسه وانا متأكدة. يلا بقى فكك منها، خلينا ندخل يلا. ايه الفستان؟ البنت تبع المطعم، بس الفستان اللي هي لابساه ده فستاني انا اللي اخده. ايوه ده هو نفس الفستان اللي اشتراه امين. ايه بس كيف يعني؟ امين بيحب البنت الفقيرة دي؟ لا مستحيل، اكيد مستحيل. بس الفستان اللي خدته ده اكيد هي يعني اشتريته، بس الفستان غالي جدا، المفروض ما تقدرش تشتريه. ايه يعني البنت دي بتحب امين وهو بيحب البنت الوسخة دي الفقيرة؟ يا انا راح اوريكي. واو طلع حلوة كتير يا رتاش. ايه الصدفة دي؟ شكرا كتير يا سيد امين. مش عارفة الحقيقة. العفو، هو بينا شكر يعني؟ لا مش قصدي. تمام احنا رح نروح، يلا لسه ما دخلناش نداخل، خلينا نشوف يعني المكان. تمام اوكي طبعا، اتفضلي. ريما، شايفة يا ريما البنت ابو شعر احمر عم تناظرني بطريقة مش عادية، غريبة شوية، مش عادية يعني. كيف يعني بتناظرك؟ دي ممكن يعني نظرت لك كده نظرتها يعني، ولا يهمك فيها. يلا تعالي يا ريتاش، يلا خلينا نستمتع شوية بوقتنا. يلا شو رح تعملي كده؟ انت المفروض يلا تنبسطي الآن وتعملي كل اللي عايزاه، عشان ده حلم حياتك رح يتحقق. انت يا ريتاش، او شو اسمك انت، اسمعيني، ابعدي على خطيبي امين، فاهمة؟ ولو مش عايزة تبعدي عنه انا رح ابعدك بطريقتي، فاهمة عليا ولا لا؟ ايه انت شو عم تحكي؟ انت جنيتي كأنه ولا ايه؟ يلا يا ريتاش خلينا نروح. لا مش هروح، استني، دي عايزة كأنه تاكل ضربة ولا ايه؟ شو عايزة انت يا بنت انت؟ بعدي عليا اللي بتقولي لي خطيبك او حبيبك او ايه؟ مين ده امين اصلا؟ انت شو اللي عم تعمليه؟ شو اللي عايزاه اصلا؟ تعالي كده تعالي هنا، رح اقولك انا شو رح اعمل.
تعمليش كده، يلا اتركوا بعض، خلاص بعدوا عن بعض، خلاص يلا يا ريتاش، يلا نروح. انتي قتلتي البنت بالضرب، يلا يلا يا ريتاش. راح تشوفي شو راح اعملك يا بنتي يا فقيرة انتي يا ريتاش، راح تشوفي شو راح اعملك. انتي مرفوضة من عارضة الازياء يا سيدة ريتاش، مش معقول كده تسوي في المعرض، تعملي كده شجار كبير قوي، عارفة انه فيها سجن يعني؟ ده الناس بتيجي لعارضة الازياء عشان تعمل حاجات حلوة، بس انتي شو اللي عملتيه ده مش معقول ابدا. انتي مطرودة ومستحيل نقبلك مرة تانية، ومستحيل انك تنقبلي مرة تانية في عارضة الازياء، فاهمة عليا؟ ويلا روحي، اوعك تجي مرة تانية والا رح استدعي القوة، رح استعمل معاك القوة ورح استدعي الشرطة، فاهمة؟ ايه؟ انا مرفوضة، انا مرفوضة من عارضة الازياء؟ لا لا بليز ما تعملش كده، انا اسفة قوي، ده هي اللي عملت كده، انا ما عملتش اي حاجة، هي اللي هجمت عليا فجأة، انا ما عملتش حاجة، لا. يلا خلينا نروح يا ريتاش، يلا. لا يا ريما ده حلم حياتي. في يوم هنعود ده بينا وعود، وفي غيابه أكيد لسه الأمل موجود. في يوم هنعود ده بينا وعود.